السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. احنا جالنا طلبات على الصفحة كتير جدا متعلقة بالكلام عن موضوع الترجيع وتعب المعدة أثناء الحمل، وخصوصا أول 3 شهور في الحمل. خصصنا حلقة النهاردة علشان نتكلم عن الموضوع ده ونشوف هنقدر نساعدكم ازاي وتقدروا تعملوا ايه في الموضوع المختص بتعب المعدة والحموضة ومشاكل الحمل في الأول. لازم نفهم ان مشكلة الجهاز الهضمي في اثناء الحمل بتتعلق ب3 حاجات. اول حاجة منهم ضعف الاكل، ان الست في اول 3 شهور او اول حمل مجرد ما تعمل اختبار الحمل الموجب بتبتدي انها ما بتعرفش تاكل. ما بتعرفش تاكل ليه؟ بسبب ضعف حركة الجهاز الهضمي. هرمونات الحمل زي البروجستيرون والاستروجين وبقيه الهرمونات كلها اللي بتطلع من المشيمه بتخلي حركه الجهاز الهضمي ضعيف. نتيجه ضعف الحركه دي ومع كبر الحمل بيبتدي حيز المعده والجهاز الهضمي يقل. يبقى انا عندي مشكلتين، مشكله حركه ضعيفه وعندي مشكله احتلال حيز في البطن اللي هو الجنين. كل ما يكبر بيبتدي المعده والامعاء المكان بتاعهم يبقى قليل. اتفقنا على دور الهرمونات اللي هي بتاعة الحمل انها بتقلل او بتعمل صعوبة في الهضم شوية. الهرمون البروجستيرون اللي هو الهرمون الاساسي في الحمل بيخلي السفنكتر او العضلة القابضة للمعدة اللي هي العليا بتاعة المعدة بتبقى ضعيفة، وبالتالي نسبة الارتجاع بتزيد. وعلشان كده قلنا في سيدات كتير بتشتكي من حموضة اثناء الحمل بتبقى عالية جدا. وضعف حركة الجهاز الهضمي ان الامعاء ما بتشتغلش بطبيعتها. نتيجة الموضوع ده يؤدي الى امساك مزمن اثناء الحمل. عشان كده تلاقي شكاوي الامساك زادت قوي في الحمل، والبواسير او الشرخ الشرجي اللي هي مضاعفات الامساك. طيب، اول ما الست تعمل اختبار حمل وتبقى حاسه ان في حاجه غريبه فيها، ايه الحاجه الغريبه دي؟ بتبقى عباره عن غممان او ترجيع او قرفه، مش قادره تاكل او رغبه في النوم، وتبتدي ترجع شويه. فتعمل اختبار حمل بتلاقيه موجب، وبتبقى عارفه انه هيطلع موجب من قبل ما تعمل الاختبار عشان الاعراض بتبقى جديده عليها وغريبه. في حاجه اسمها مورنينج سيكنس او المرض الغممان اللي بيجي الصبح، وده طبيعي تقريبا في من 50 ل 70% من السيدات اللي بتحمل كلها. وده ما بيبقاش فيه مشكله، ان هو شويه الغممان او التعب المعده او وجع المعده البسيط الصبح، وده مقبول، والستات مش محتاجه علاج له، يعني هي متعايشه عادي مش مضايقه في حاجه. اهم هرمون في الحمل بيعمل الموضوع ده زي ما قلنا البروجستيرون، وفي هرمون تاني بقى اللي بيزود الاعراض دي قوي اسمه ال HCG او هيومن كوريونيك جونادوتروبين. الهرمون ده هو اللي بيبهدل الدنيا قوي في الحمل والارتجاع الزايد والغممان الزايد. طب بيخف لوحده؟ غالبا بيخف لوحده من 14 ل 16 اسبوع، يعني على اخر الثالث تبقى الست كويسه والدنيا ماشيه معاها تمام. حلقة النهاردة علشان نقول ان في جزء طبيعي من الارتجاع او الترجيع او الغممان اللي هو اتكلمنا عنه، وفي جزء مرضي. هو ده اللي انا عايز الست تلقطه او تعرفه من الاول، ولازم تبحث عن علاج له، اللي هو الهايبر ايميسيس او الترجيع الزايد. مضاعفاته ايه؟ ان بيحصل نقص في الوزن، بيحصل جفاف، بيحصل لخبطة في الايونات او الكيمياء والمكونات بتاعة الدم، بيحصل فيتامين كاف نقص له، وده يؤدي الى نزيف، ده في الدرجات العاليه بتاعته فيتامين كاف. وبيحصل نقص فيتامين B1 اللي هو ثيامين، وده ممكن يعمل اغماء او مشاكل في المخ او تشنجات، يعني درجاته عاليه جدا ومضاعفاته شديده. طيب، الاعراض بتاعه الجفاف ايه؟ زي ما احنا عايزين نلقط الاعراض دي من الاول عشان ما ندخلش فيها. اول حاجه العطش. الست بتحس انها ابتدت تعطش كتير ومش قادره تشرب. نزول الوزن زي ما قلنا. التهابات المعده او حموضه في المعده. الضغط بيبتدي يوطى، لان الست مش قادره تعمل اي حاجه شبه مغمى عليها على طول، مش قادره تقوم من على السرير. في حاجات تؤدي الى زياده الموضوع ده جدا، يعني بدل ما يبقى طبيعي يبقى غير طبيعي، والست بتبقى داخله الحمل ومعاها الحاجات دي، زي الاتش بايلوري او البكتيريا الحلزونيه، وهي انديميك ومشهوره جدا في مصر، اللي هي البكتيريا الحلزونيه. والست برضو اغلب السيدات بيبقوا عارفين ان عندهم بكتيريا الحلزونيه. الارتفاع الغدة الدرقية أو اضطراب الغدة الدرقية بيزود الموضوع ده. التدخين، وهو طبعا للأسف حاليا منتشر في مصر ونسبته كبيرة. هرمون ال HCG أو هيومن كوريونيك جونادوتروبين، وده بيزيد مع حمل التوائم ومع الحمل العنقودي. يعني الست كل ما تحمل في 2 أو 3 أو أكثر
اول حمل العنقودي بيبقى فيه زايد، وبالتالي الترجيع بتاعه بيبقى زايد ومشاكل المعده زايده فيه. مع كبر الحمل بنلاقي حجم المشيمه ابتدى يكبر، يعني المشيمه الكبيره بتطلع HCG كتير، وبالتالي مشاكل الترجيع والمعده بتزيد. الجزء النفسي طبعا له دور في الموضوع. طبعا ان الجزء النفسي له دور مهم جدا، وسيدات كتير مجرد تغيير المكان اللي هي عايشه فيه او تغيير الجو النفسي او انخفاض الضغط النفسي عليها ده بيحسن الموضوع كتير. فلازم برضو الدور النفسي ما نغفلش عنه. حاجه مهمه برضو تانية، ان الارتجاع بيزيد مع السيدات اللي حامل في انثى. يعني الست لما تبقى حامل في انثى بيبقى معاها ارتجاع او مشاكل معده كتير شويه. الحاجات البسيطه اللي هنقدر بقى نعملها للسيده تعملها علشان تقدر تتغلب على الموضوع ده وتتعايش معاه، زي ما قلنا هو حاجه بسيطه مش حاجه مرضيه. لازم وجباتنا تبقى صغيره، يعني ما تجيش تقعد على السفره تدب الدبه التمام في الاكل وتشبع لحد ما تشبع، لا طبعا هتقومي ترجع على طول. لازم سمول فريكوينت ميلز، يعني وجبات صغيره كل ساعه ساعه ونص ناكل لقمه، النص تفاحيه دي لقمه، المزايه دي وجبه، النص سندوتش او ربع سندوتش دي وجبه، ما نشبعش خالص، كل شويه ناكل. في مجموعه ادويه ممكن تساعدنا زي الفيتامين بي 6 وزي الدوكسيلامين وزي البايرودوكسين، مجموعه فيتامينات الدكتور هيكتبها لك، بتبقى بسيطه قوي في الاول، او ادويه بسيطه بتحسن الموضوع جدا. عيبها انها مضادات للهستامين فممكن تنيم شويه، يعني ادويه اللي بتعالج الترجيع هتحس انك دايخه او مدروخه، بس دي ميزتها، يعني ميزتها انها بتودي الترجيع شويه والغممان، لكن عيبها انها بتدروخ او تنيم شويه. فانت امسكي العصايه من النص واحكمي احتياجك ايه فيها. الادويه لما الترجيع بقى يزيد يبقى درجه متوسطه، بنرجع لادويه اقوى من كده زي الجرانيسترون او الاومدانسترون، ودي ادويه اقوى شويه وبتتحكم افضل شويه، لكن مش عايزين نلجا لها كتير برضو في الارتجاع. الحالات الشديده بقى اللي هي الست مغمى عليها ومش قادره تتحرك، لازم علاج بالمستشفى، ما ينفعش علاج في البيت ولا تروحي للدكتور وترجعي، لازم حجز في المستشفى، بنعلق محاليل بناخد فيها الادويه، تبقى غالبا وريد او عضل، وبنتابع الموضوع، ولو حصل مشاكل ممكن لا قدر الله نخش العنايه لتظبيط الموضوع ده. الاكل بتاعنا ان شاء الله زي ما قلنا عليه، هنبعد عن الفاست فود اللي هو الاكل الدليفري كله او الفاست فود او المحمرات، كل الاكل الفاست فود كله نبعد عنه لان هو بيتعب المعده جدا. الاكل السبايسي هنبعد عنه جدا. الصبح اول ما تصحي ممكن تاخدي بسكوت اللي هو البسكوت المالح، في بسكوت مالح بيبقى بملح، هناكل بسكوت او 2 الصبح هتفرق معاكي برضو في الموضوع ده. العيش التوست مهم برضو. ما ناكلش حاجات فيها ميه او حاجات طريه قوي كتير لانها بتعمل نوزيا شويه او بتعمل غمامان شويه. الفيتامين بي 1 اللي هو الثيامين وده موجود في فيتامينات كتير بناخدها. وجبات صغيره زي ما قلنا ما نشبعش. النصيحه برضو اللي عايز اقولها لكم انكم بعد ما تاكلوا ما تناموش فلات، يعني ما ننامش على السرير سطيحه كده فلات بعد الاكل لان ده برضو بيزود الغمامان، ولكن بعد الاكل نقعد سيمي سيتنج او سيتنج اللي هو قعاد شويه، ده بيحسن حركه الامعاء. لما ناكل مش مطلوب نشرب ميه بعد الاكل على طول لان ده هيزود الترجيع، ولكن لما شرب الميه يبقى ما بين الوجبات، يعني انا اكلت بعد الاكل بساعه اشرب شويه ميه، وما اشربش ميه كبيره كوبايه كبيره، لا بق ميه كل شويه بق ميه، ما ناخدش جرعه كبيره من الميه مره واحده. طبعا الاكل الشطه، الستات طبعا في اول الحمل بتحب الشطه والفلفل والجبنه القديمه والجبنه الرومي والحاجات دي كلها، ودي طبعا مفضل نبعد عنها لانها بتريح سنه بس بتتعب جدا بعدها وبتدخلنا في مشاكل في البول والكلام ده. عشان نفرق برضو ما بين الترجيع البسيط اللي هو المورنينج سيكنس، التعب اللي بيجي في الصبح في اثناء الحمل، وما بين الترجيع الزايد زي ما قلت لك انا عايزك انت تقدري انا في ده ولا في ده. الترجيع البسيط بتاع الحمل بيستريح سنه لما تاكلي لقمه خفيفه، يعني لما تاكلي لقمه خفيفه بتلاقيكي كويس، لكن الترجيع الزايد بيبقى طول اليوم موجود، مش موجود الصبح بس، لا طول اليوم، تاكلي او ما تاكليش هو موجود على طول. الترجيع البسيط برضو اثناء الحمل بيقعد لحد تقريبا اخر الثالث، لكن الترجيع الزايد ممكن يطول لحد الشهر الرابع والخامس والسادس، وممكن يوصل لحد اخر الحمل يبقى موجود. الترجيع البسيط لما بتاكلي بتقدري تحتفظي بالاكل شويه، يعني بتاكلي ممكن ترجعي بعد ساعه 2-3، لكن الترجيع الشديد
انت مجرد ما بتحطي اللقمه في بقك الاكل بيطلع على طول، بترجعي على طول. النصائح اللي قلنا بيها نلتزم بيها ان شاء الله، وهتلاقوا فيه فرق كتير في النصائح البسيطه. لو شعرنا بدوخان او غممان او اغماء، مش قادره تقومي على السرير او اي مراحل من دي، لازم طبعا ترجعي للطبيب بتاعك ضروري. وفي نهايه الحلقه بتاعتنا نتمنى لكم حمل سعيد، وربنا يتمها لكم على خير ويبارك لكم في صحتكم واولادكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.